إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كل متابعين ومشاهدين قناة سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات. معكم أحمد المصري. أهلا بكم، منورنا ومشرفينا دايما، وألف شكر على دعمكم ومتابعتكم لينا وعلى اشتراككم في القناة. والحمد لله مقربين على 6000 مشترك حاليا في القناة. ربنا يجزيكم كل خير طبعا. واحنا طبعا كل هدفنا في القناة ان احنا بنفيد الناس وبنقدم حاجة تفيدهم عشان نقدم محتوى عربي متميز، سواء كانت شروحات او برامج مختلفة. وان شاء الله هنعمل مجلة سيارات قريب، وهنكمل مسيرتنا في تكنولوجيا السيارات وشروحات عالم السيارات واخر التكنولوجيا اللي العالم ده بيقدمها. ان شاء الله قريب انتظروها، وانتظروا موقع سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات برضو قريب بإذن الله. وكل ده طبعا عشان نفيدكم وتفيدونا بمشاركة العلم وتعليمه. وطبعا زي ما قلنا قبل كده، زكاة العلم نشره وتعليمه. فربنا يجزيكم خير يا رب إن شاء الله. محاضرة النهاردة هتتكلم عن المشكلة اللي بتقابل الناس في الواتساب، اللي هي مشكلة حالتي. تمام. مشكلة حالتي اللي هي اللي من خلالها بتضيف صورة ليك او فيديو بيستمر لمدة 24 ساعة. وطبعا ده يعتبر انتهاك للخصوصية، لان في ناس كتير بتتضايق منه، لان بمجرد ان انت بتصور صورة او فيديو عندك، ممكن لا قدر الله بالخطأ طفل او كده ممكن يعمل مشاركة حالة. وطبعا دي تبقى مشكلة يعني تظهر لكل الناس اللي عندك. واحنا شرحنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت ازاي توقف الموضوع ده. طيب، في ناس الوقت كتير سألوني في التعليقات على الفيديو اللي فات، انا عايز ارجع للواتساب القديم. تمام، عايز ارجع للواتساب القديم، ارجع ازاي؟ الحكاية جدا بسيطة. اولا، انت لو دخلت تحمل الواتساب من على المتجر، وده عن تجربة، مش هيحمل لك غير الاصدار الموجود حاليا اللي هو اخر تحديث. تمام. طيب، انا عايز ارجع للاصدار اللي هو قبل التحديث. هعمل ايه؟ ده اللي هنعمله ان شاء الله. هتلاقي عندك في الديسكريبشن، في الوصف اسفل الفيديو باذن الله تعالى، رابط للتحميل بتاع النسخة اللي قبل التحديث. تمام. طيب، انا وفرتها ازاي؟ وفرتها من خلال ان انا اخدتها من على جهاز قديم عندي اندرويد 4. تمام. عملت نسخ للتطبيق من خلال التطبيق اللي احنا سبق وشرحناه قبل كده في التطبيقات المهمة، اللي هو ماي ابلكيشن شير، اللي هو بيعمل مشاركة للتطبيقات اللي عندك. تمام. اخدت نسخة منه وهرفعه عندك في الديسكريبشن، تعمل داونلود على الجهاز بتاعك وتعمل له سيت اب على طول، مفيش اي مشكلة. تمام. حكاية بسيطة جدا. او لو انت معاك حد من اصحابك عنده الواتساب قبل التحديث، خليه ينقله لك عن طريق مشاركة التطبيقات. البرنامج الماي ابلكيشن شير مثلا، خليه يعمل لك مشاركة للتطبيقات وخده عندك على الجهاز واعمل له سيت اب وسطبه، هتلاقي الجهاز شغال معاك. وما تعملش تحديث، يعني لو طلب تحديث ما تعملش تحديث. تمام. ده في حالة ان جهازك قديم، طبعا هو كده كده مش هيحدث. خلاص. وجرب، هتلاقيه شغال معاك. ده عن تجربة، انا جربته مع جهاز واثنين وثلاثة عندي، شغال جد عادي جدا، مفيش اي مشكلة بإذن الله. طيب، افرض بقى انك حبيت تحذف الواتساب، انت هتحذفه نهائي. تمام. آه، حكاية الحذف بتاع الواتساب والكلام ده هنعمل عنها محاضرة بإذن الله كاملة. تمام. بتتكلم عن الحذف الصحيح للحساب كله من على السيرفرات واتساب، عشان تتلاشى مشكلة استرجاعه فيما بعد من اي جهة اخرى. وايه التطبيق البديل للواتساب؟ انتظروه في محاضرة جديدة بإذن الله هنتكلم عنها. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا من المحاضرة الصغيرة ديت. ان شاء الله انتظروا كل جديد، واتمنى لكم التوفيق والنجاح دايما يا رب باذن الله. ما تنسوناش من خلص الدعوات، ما تنساش تعمل سبسكرايب، اشتراك في القناة من خلال زر الاشتراك، وتضغط على زر الجرس الموجود بجانب زر الاشتراك، عشان اي اشعار جديد او اي فيديو جديد ينزل في القناة يوصلك اشعار بيه على موبايلك، يعرفك ان في فيديو جديد نزل في القناة. وما تنساش التعليقات والمشاركة لغيرك عشان الكل يستفيد بإذن الله. واحنا طبعا القناة دي قلنا ان هي مفتوحة للناس كلها، كلنا بنكمل بعض، العلم مش حكر على حد. كلنا هنا واحد. فيدني بتعليقاتك وفيدك بالمحاضرات اللي انا بنزلها. وتحياتنا ليكم. كان معكم احمد المصري. اي اسئلة او استفسارات انا تحت امركم، جاهز للرد عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. ما تنساش تشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولو محتاج يوصلك إشعار على موبايلك عشان تعرف إن في فيديو جديد نزل في القناة وتقدر إن أنت تشوفه، تقدر تضغط على علامة الجرس الموجودة بجانب زر الاشتراك، وبمجرد ما ينزل فيديو جديد في القناة يوصلك إشعار على موبايلك يعرفك إن في فيديو جديد نزل في القناة، فتقدر إن أنت تدخل وتشوفه مباشرة إن شاء الله. ويا ريت ما تنساش تنشر وتشارك في كل مكان، لأن زكاة العلم نشره وتعليمه. وجزاكم الله خيرا، شكرا.